أهلا بكم. انتهت مربعانية الشتاء وبدأت الخمسينية الممتدة من 31 كانون الثاني وحتى 21 من أذار، والتي تستمر 50 يوما وتقسم إلى 4 فترات زمنية متساوية تعرف بالأربع سعدات: الذابح، البالع، السعود والخبايا، حيث يكون كل سعد مدته 12 يوما ونصف، وهي كالتالي: سعد الذابح، وسميت هذه الفترة التي تمتد من الأول وحتى 13 من شباط بسعد الذابح، حيث تمثل هذه الفترة البرد الشديد، وتتحدث عن شاب يدعى سعد حسب الروايات الشعبية المتوارثة جيلا بعد جيل، والذي قرر السفر بالأجواء الدافئة في فصل الشتاء، ولم يستمع لنصائح والده بضرورة أن يحمل معه ما يضمن له الدفء من فراء وحطب. وبعد أن قطع منتصف الطريق تغير الجو فجأة وأصبح البرد شديدا وهطلت الأمطار الغزيرة والثلوج، فاضطر سعد لذبح ناقته التي يملكها ليحتمي بأحشائها من شدة البرد، لذلك سميت هذه الفترة بسعد الذابح. والمثل الشعبي يقول: سعد ذبح لا باب انفتح ولا كلب نبح. أما عن الفترة الثانية تعرف بسعد بلع، وتبدأ في 14 من شباط، وسميت بلع لأن سعد شعر بالجوع وأكل من لحم الناقة، وذلك يدل على أن الأرض فيه تبتلع ماءها فتفيض الأنهار وتمتلئ الآبار، وتمتد هذه الفترة حتى 25 من شباط. وكما يقول المثل الشعبي: سعد بلع طاب الماء وانبلع. وأما سعد سعود، وخلال هذه الفترة شعر سعد بالفرح واحتفل بنجاته من العاصفة كما تقول الرواية، ويبدأ هذا السعد من 26 من شباط وحتى 10 من آذار، وهنا تكسر برودة الجو ويميل إلى الدفء لدخول فصل الربيع. وكما يقول المثل الشعبي: إذا طلع سعد سعود لانت الجلود وداب كل جمود واخضر كل عود. أما عن الفترة الرابعة والأخيرة وهي سعد الخبايا، والتي تمتد من 11 من آذار وحتى 22، والتي تتزامن مع بداية الاعتدال الربيعي، إذ تخرج جميع الحيوانات المختبئة من البرد كالأفاعي وغيرها. وفيه أيضا خرج سعد من مخبئه فسمي سعد الخبايا. وقال في سعد الخبايا كبار السن: في سعد الخبايا بتطلع الحيايا وبتتمشى الصبايا. إذن هذه هي قصة خمسينية الشتاء. نشكر لكم طيب المتابعة.